لو انت دخلت الفيديو ده فانت ربنا بيحبك. انا عايزك تسمعني الاخر دي. انا عارف ان في 1000 سؤال بيدور في دماغك لما الكيمياء جت صعبه كده، امال الفيزياء تبقى عامله ازاي؟ طب انا مستعد للفيزياء ولا لا؟ فانا جاي النهارده علشان اجاوبك على كل الاسئله اللي بتدور في دماغك بعد كارثه الكيمياء دي، وكمان اقول لك ازاي ترجع تسيطر على هدوءك من تاني. السؤال الاول: هل صعوبه امتحان الكيمياء لها علاقه بصعوبه امتحان الفيزياء؟ الاجابه صريحه كده لا. ليه؟ بص، كل امتحان بيوضع بطبيعته، كل امتحان بيوضع بشكل مستقل، فما فيش امتحان له علاقه بامتحان تاني. ما تسمعش كلام الاشاعات اللي منتشر اليومين دول بيقول لك ان الكيمياء جت صعبه فالفيزياء تكون اصعب منها، وفي ناس تانية بتقول لك ان الفيزياء هتيجي اسهل من الكيمياء علشان تعوض درجات الكيمياء. بص، في الاخر ابني استعدادك على نفسك وعلى ربنا وعلى مذاكرتك علشان تعرف تركز وتجيب درجات، انما لما تبني استعدادك على الاشاعات المنتشره اليومين دول تدخل الامتحان وانت مش واثق من نفسك ومتوتر وحاسس ان الامتحان هيجي صعب هيجي سهل، والامتحان بيجي عكس الكلام المتوقع. السؤال التاني: طب نفترض ان امتحان الفيزياء جه صعب، هتعمل ايه؟ بص، اول قاعده: ما تحكمش على الامتحان من اول سؤال. ساعات كتير بيجيب لك الاسئله الصعبه كلها في الاول علشان يوجع الطلاب اللي بتضيع درجات في الاسئله الصعبه. فبص، اول ما تدخل الامتحان لقيت سؤال صعب واقف معاك سيبه، اضمن اكبر عدد من الدرجات اللي هي الاسئله السهله خلصها علشان لما ترجع للسؤال الصعب يكون مفيش توتر وتعرف تحله بخطواته يا صديقي. فبص، اضمن اكبر عدد من الدرجات في الامتحان وبعدين حل الصعب، يعني سهل متوسط صعب. السؤال التالت: لو انا ضيعت درجات كتير في الكيمياء هل لسه عندي فرصه؟ الاجابه اه. هقول لك ازاي. بص، ثانويه عامه عامله شبه المباراه، ليها شوطين، شوط اول وشوط تاني. نفس الكيمياء نعتبرها ان هي الشوط الاول، فانت اديت اداء سيء جدا في الشوط الاول فتقدر تعوض في الشوط التاني. ثانويه عامله شبه المباراه، لها شوط اول وشوط تاني، فانت ممكن تأثر في الشوط الاول بس ممكن تعلى في الشوط التاني. انا خايف اكرر نفس الاخطاء اللي غلطتها في امتحان الكيمياء اكررها في الفيزياء. ايه الحل؟ بص، السؤال اللي انت تغلط فيه في الكيمياء اعرف انت غلطت فيه ليه. هل ده استعجال مني ولا عدم تركيز ولا انا سبته ولا انا نسيته ولا عملت ايه بالظبط؟ في حاجه اسمها اتعلم من غلطاتك، كل امتحان له فرصه جديده. فهي كده الحياه لازم الحاجه اللي تغلط فيها تتعلم منها علشان ما تغلطش فيها تاني. فالمفروض ان انت حلل اسئله كتير في الفيزياء وعارف تحل ده ازاي، المفروض ان انت غلطت كتير، المفروض ان انت تكون اتعلمت من غلطاتك علشان ما تغلطش في الامتحان. بالنسبه للطلاب ان هم حاسين ان هم ناس الفيزياء كلها بقوانينها بشرحها بكل حاجه، بص الاحساس ده طبيعي جدا جدا لما تطلع من امتحان صعب التوتر يزيد عليك، فالاحساس ده بتحسه طبيعي جدا جدا. في الاخر يعني لما تهدى كده وتقعد مع نفسك شويه وتهدى هتلاقي كل المعلومات فاكرها وعارفها وكل افكار الاسئله عارفها وفاكرها، فالاحساس ده طبيعي جدا جدا، وبلاش تشتت نفسك في كلام السوشيال ميديا اليومين دول. طب اسمع كلام الناس ولا السوشيال ميديا؟ بص، في الاخر ابعد عن كلام الناس وابعد عن السوشيال ميديا، ولا ده هيزودك درجه ولا ده ينقصك درجه. هقول لك في الاخر: السوشيال ميديا وكلام الناس اقول لك ان امتحان الكيمياء جه صعب فتخيل ان الفيزياء يكون اصعب منه. في ناس هتقول لك ان الفيزياء تيجي سهله علشان تعوض درجات الكيمياء. يا سلام! طب ايه جاب علاقه الفيزياء بالكيمياء؟ هم كلهم ماده علميه، بس ده ملاش علاقه، كل امتحان بيوضع بشكل مستقل وبشكل فردي، فده ملاش علاقه. فابعد عن السوشيال ميديا والاشاعات المنتشره اليومين دول يا صديقي. هتعمل ايه في اليومين اللي قبل الامتحان؟ بص، اهم حاجه راجع الاخطاء اللي انت غلطتها طول السنه علشان لما تيجي في الامتحان تكون انت عارف الخطا فين وتعرف تحله صح. اهم حاجه اقولها لك تاني اهوت: راجع على ورقه الاخطاء اللي انا كنت قايل لك عليها، اخطاء قاتله في المنهج، راجع عليها وان شاء الله خير. ورساله اخيره، معلش يعني مبدئيا لو صوتي سبب لكم مشكله ولا حاجه، شويه سخونيه وعدت على خير الحمد لله. بص، انت ما تقدرش تتحكم في مستوى الامتحان لكن تقدر تتحكم في استعدادك للامتحان، تقدر تتحكم في تركيزك للامتحان، تقدر تتحكم في توفير وقت تذاكر فيه علشان الامتحان، تقدر تتحكم في حاجات كتيرة للامتحان. اعمل اللي عليك، ذاكر منهجك وراجع على اسئلتك وافكارك واعمل اللي عليك وان شاء الله ربنا يوفقك وتجيب الدرجات اللي انت عايزها، وسيب النتيجة على ربنا، فالنتيجة دي حاجة بتاعت ربنا. فانت لو ذاكرت وعملت اللي عليك وكل حاجة وفي الاخر ما جبتش النتيجة اللي انت عايزها، فاعرف ان ربنا شايف مجهودك ومستواك ده هينفعك في كلية افضل من الكلية اللي انت كنت عايزها. فاعمل اللي عليك وسيب النتيجة على ربنا وربنا يوفقك. السلام عليكم.